الفيلم اللي هنتكلم عليه النهارده هو رمسيس باريس. الفيلم بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمود حافظ، محمد ثروت، ومن إخراج أحمد خالد موسى. الفيلم بيتكلم عن مجموعة مختلفة من الأشخاص بيتقابلوا مع بعض في مكان، وهم بيشربوا حشيش، بيصحوا الصبح يلاقوا نفسهم في مكان تاني، وده بسبب إن الحشيش مسحور، وهو اللي بيتسبب في نقلهم لفرنسا. حكاية غير منطقية وما تتصدقش. ده مش مشكلة، الحكاية دي اتقدمت كتير في أفلام تانية. المهم منطق الفيلم أو قانون الفيلم. مادام الفيلم افترض انه في حادثة زي كده بتحصل، احنا بنصدقها. المهم انك تكمل على القانون ده وتفضل ماشي بنفس القانون، ما تهبلش. يعني على حسب فيلمك انا ممكن اصدق ان الحشيش ينقلهم من مصر لفرنسا، عادي هصدق القصة دي، لكن مش هصدق ان الضابطة اللي مسكتهم في فرنسا تقع في غرام محمود حافظ وتبقى هيمنة بيه. هم جابوا هيفا علشان يبيعوا بيها، يعني اسمها هو اللي هيبيع الفيلم. وده منطق مقبول، ما فيهوش اي مشكله لو كانت هيفا تصلح للدور. لكن يا جماعه ما ينفعش نجيب واحده لبنانيه لسه مش قادره تتقن اللغه المصريه بشكل واضح، ونحطها في دور مومس مصريه، يعني مش جايه، مش راكبه معاها بنت شعبيه ومومس تعملها هيفاء، فمش مظبوط. فبالتالي طلعت منها الشخصيه مسخه، يعني طلعت شويه بتقلد شريهان في حليمه وفاطمه وكريمه في الف ليله وليله، طلعت شويه بتتكلم عن نفسها بصيغه الغايب، فهي اسمها حنان، فبتقول لا حنون ما بتحبش كده، حنون خايفه، حنون يعني مش فاهم ده دلع ولا دي كوميديا ولا ده استسخاف ولا استظراف. صحيح انا ما بحبش الجماعه بتوع مسرح مصر ولا بحب الكوميديا بتاعتهم، لان بحس انها كوميديا رخيصه والافيهات بتاعتهم اسفاف. الغريب كمان ان هم كمان بيقولوا على نفسهم كده، يعني هم طالعين يسفوا على مسرح مصر، فحمدي المرغني طالع بيقابل مصطفى خاطر اللي طالع بشخصيته الحقيقيه، وبيقول له افيه كده رخيص، فبيقول له يا استاذ مصطفى ما تقولناش الافيهات دي، ما الكوميديا بتاعت مسرح مصر دي مش هتعيش. فيعني انتوا نفسكم عارفين ان الافيهات بتاعتكم رخيصه وكوميديتكم مش هتعيش، طب يعني انتوا مكملين ليه؟ طيب مش فاهم برضو ايه حكايه الحلق. كل واحد عايز يعمل نفسه مصري روش او عايش الدور لازم يركب حلق. المره دي برضو محمد سلام طالع مصري عايش في فرنسا ومركب حلق، بس مركبه في الودن الشمال، فبراء. موضوع السحر ده كمان بقى مسيطر على الافلام كلها. يعني بعد الشر كانت التيمه الاساسيه بتاعته سحر، الفيلم هنا برضو رمسيس باريس التيمه الاساسيه بتاعته سحر. هو خلاص خلصت التيمات من الدنيا، مفيش غير السحر. ما تفكرونا في حاجه تانية يا جماعه، ابتكروا شويه، اتعبوا نفسكم شويه كده اهوت وابتكروا. الفيلم من تاليف كريم حسن بشير، بصراحه اسم ما شفتوش في افلام قبل كده. وهو سيناريست ما تعبش نفسه، يعني انا ما حسيتش ان السيناريو فيه مشهد متعوب عليه، او في مشهد فيه ابتكار، او في فكره مختلفه، او افيه جديد، او لاين يعلق مع المشاهد. يعني ما كانش فيه اي حاجه مبدعه في السيناريو، مش اكتر من الفكره الاولانيه اللي هي متاخده من افلام كتير وتيمات كتير جدا. هو اداهم التريتمنت المبدئي، المعالجه المبدئيه، وقال لهم اشتغلوا بقى عليها، كل واحد يحط شويه البهارات بتاعته، وان شاء الله يطلع لنا فيلم حلو. يعني الخلطه دي، المجموعه دي من النجوم مع هيفاء وهبي هتطلع لنا حاجه كويسه ان شاء الله. وبعدين يا جماعه ايه الكسل ده؟ يعني حتى الملاكم مسمينه هدهد. مش عارف هي دي حاجه كوميديه عشان يفكروا الناس بكابوريا فكل الملاكمين متسمين هدهد، ولا ده كسل من المؤلف فمش عارف يلاقي اسامي تانية فراح مسميه هدهد؟ يعني مش عارف فين التركه بالظبط. في الافلام الكوميدي المشاهد بتبقى معموله بالسنتي، والمونتاج بيبقى معمول بميزان، ما ينفعش لا المشهد يزيد ولا ينقص، ما ينفعش كلمه تزيد ولا كلمه تنقص، لانه ده بيأثر في الاخر على الضحك، وبيأثر على مفهوم المشاهد للمشهد وما بيتفاعلش معاه. وده اللي حصل بالظبط في المشهد الاولاني اللي هو مشهد السحر بتاع حمدي المرغني. المشهد طول بشكل وصل ان هو المشهد يبقى سخيف. المشهد ده لو كانت شايل منه 3 4 دقايق يمكن كان يضحك شويه. الجرافيك الجرافيك الجرافيك، عندنا مشكله كبيره يا جماعه في موضوع الجرافيك ده. انا مش عارف انتوا ليه كمنتجين ما بتحطوش بادجت محترمه للجرافيك ده. يعني انتوا بدل ما تسافروا فرنسا قلتوا طيب خلاص هنوفر تكاليف وهنعملها هنا ونعملها بالجرافيك، طب ما تعملوها جرافيك نظيف بقى. يعني انتوا بالفلوس اللي كنتوا هتصرفوها في فرنسا لو صرفتوا نصها على جرافيك محترم كان طلع بشكل احسن من كده بكتير. لكن مش ممكن اللي انتوا عاملينه ده. يعني احترموا شويه المشاهدين، احترمونا احنا شويه، ما تحترموش حتى نفسكم، احترمونا احنا. بصراحه الجرافيك في الفيلم زباله. يعني الجرافيك بتاع الثمانينات والتسعينات بتاع فهمي عبد الحميد احسن منه مليون مره من اللي هم عاملينه دلوقتي. مخرج الفيلم هو احمد خالد موسى، والحقيقه هو مخرج شاطر وموهوب، عمل قبل كده هروب اضطراري، وعمل في التلفزيون ايوب، وهو اللي عمل بابا المجال برضه.
احمد خالد موسى ملوش في الكوميدي، او هو دخل الفيلم ده وهو معتمد على الكوميديانات اللي معاه. ما كانش فيه في الفيلم جو عام نقدر نقول منه ان في مخرج ورا الصورة دي بيقصد حاجات معينة، لانه احيانا الرؤية بتاعت المخرج وتقطيعاته والكادرات بتاعته، اول عامل اللي هو بيفرضه على الشخصيات هو اللي بيخلينا نضحك اكتر من الافيهات نفسها. لكن اللي حصل هنا ان المخرج اعتمد بشكل كامل على الابطال اللي معاه، واعتمد على الافيهات اللي هم هيقولوها، وان هم ممثلين كوميديين، فكده كده الافيهات بتاعتهم هي اللي هتشيل الفيلم. فاحمد خالد موسى يا ريت تعيد النظر في المواضيع اللي انت بتختارها، بالذات لو كانت مواضيع كوميدي. زي ما قلت ان احمد خالد موسى مخرج الفيلم هو نفسه مخرج مسلسل بابا المجال. كانت جمانة مراد شغاله معاه في المسلسل، فواضح ان هو اتزنق فيها في مشهد او عمل لها مشهد مخصوص، فقال لها تعالي معايا الفيلم ده وهتطلعي بشخصيتك الحقيقيه، هنعمل لك عيد ميلادك في مشهد السحر بتاع كريس المصري في اول الفيلم. لان مفيش اي مبرر تاني لظهور جمانة مراد في المشهد العبيط اللي هي عملته في اول الفيلم، غير ان هي عملته مجامله لاحمد خالد موسى، او ان هو عزمها تعالي انا بصور فيلم، تعالي نعمل لك مشهد انت كمان. ندمان على الفلوس اللي دفعتها في الفيلم ده، وندمان اكتر على الوقت اللي ضيعته فيه. للاسف اضطريت اقعد اشوف الفيلم لحد اخره، رغم ان انا حسيت بملل من نص الفيلم. وبس كده خلاص. لو عجبتك الحلقه لايك وشير، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.